معقول يا جماعة في حاجة بالحلاوة وبالطعامة دي؟ قد ايه التحلية دي جميلة جدا جدا وفي نفس الوقت سريعة وسهلة ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود خالص. ايه كمية اللذاذة اللي في التحلية دي؟ قد ايه جميلة بجد، ازاي كانت غايبة عني فكرتها من زمان؟ حاجة كده جميلة ترطب عليكي في الحر ده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. هنحتاج كده معانا لفة من الجلاش حوالي نص كيلو. هنبدأ ان احنا ناخد اللفة بحالها كده نبرمها زي ما هي ونبدأ نقطعها على شكل شرايط رفيعة زي ما انتم شايفين. بعد كده جبت صاج وبدأت ان انا افرفط كده الشرايط دي من بعضها عشان ما تبقاش واحدة لازقة في واحدة، وكله ياخد سوا واحد ولون واحد في الفرن لما اجي احمصه في الفرن. تمام كده. طيب انا حطيت في صاج ما يكونش فيه اي حاجه. بعد كده جبت معلقتين من السمنه على معلقتين من الزيت، ورحت جايه مسيحه السمنه وحطيت عليها الزيت، وبدات ان انا ارش كده الكميه دي على على النص كيلو من الجلاش اللي هي لفه الجلاش. طبعا حطيت على السطح كله وبدات بقى بايدي كده ايه احاول ان انا اقلب السمنه في الجلاش كله. ودخلتها فرن سخن على درجة حرارة 180. طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كل شوية بطلعها اقلبها وادخلها تاني لحد ما اخد لون موحد زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بمعلقة كده او اي حاجة عندك ابدأي دغدغي فيه شوية كده بحيث ان هو ما يبقاش الحتة بتاعته كبيرة، انا عايزاه يبقى صغير شوية. بعد كده جبت كسرولة وحطيت فيها 2 كوباية من الحليب، عليها معلقة واحدة بس من السكر، وعليها كمان معلقتين كبار من الكاسترد. ولو ما عندكيش بودرة كاسترد فانت ممكن تعوضيها بنشا، مفيش مشكلة. هنبدأ نقلب الأول على البارد كويس جدا، وبعد كده هنبدأ نرفعها على النار لحد ما يبدأ يتقل معايا ويطلع فقاقيع كده. أول ما يطلع فقاقيع هنقوله شكرا كده، خلاص 100% كده تمام. شايفين بدأ يطلع معايا فقاقيع، خلاص هطفي عليه النار. تحلية سهلة وبسيطة، مش تاخد معاكي كمان امكانيات خالص، يعني امكانياتها بسيطة جدا. هناخد بعد كده بقى الكاسترد او مهلبية الكاسترد اللي احنا عملناها دي، نبدأ نصب منها جزء بسيط جدا في الكاسات اللي احنا هنشتغل فيها. عايزة تشتغلي بقى في كاسات، في كوبايات، في اللي هي القوالب الكرتون اللي بتتباع بره دي، براحتك. بعد كده هناخد الجلاش اللي احنا كنا محمرينه في الفرن بالسمنة والزيت زي ما قلنا مع بعض، وهبدأ اخد طبقة حلوة كده محترمة احطها فوق طبقة كريمة الكاستر اللي انا حطيتها. تمام، الموضوع جميل جدا وسهل. بعد كده رحت جايبة شوية من الشربات التقيل كان عندي في التلاجة، ورحت جاية حاطة عشان يحليلي بس الجلاش بتاعي. لو ما عندكيش ممكن تعوضيه معلقتين من العسل النحل الابيض. خلاص بعد كده هنبدأ نحط طبقة تانية من طبقة الكاسترد او كريمة الكاسترد برضو فوق الجلاش تاني. مش بقولكوا طبقات من السعادة واللذاذة؟ قد ايه يا جماعة الطبقات دي عاطت طعم فوق الرائع، بجد لازم تجربوه. بعد كده كان عندي منجتين كده في التلاجة، رحت جاية مقطعاهم قطع صغيرة كده، ورحت جاية حطاهم فوق البودرة، فوق اللي هي انا اسفة كريمة الكاسترد. اي نوع فاكهة عندك قطعيه وحطيه. بعد كده رحت جايه شويه من الجلاش صغننين كده، رحت جايه حطاهم فوق المانجا. وبعد كده رحت جايبه كريزه كده عشان تكسر بس اللون مش اكتر، وعشان يبقى شكله كده حلو واحنا بناكله. وكده خلاص خلصت معانا التحليه بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف لما يسقع بقى وندوق قد ايه اللذاذه والطعامه اللي في التحليه دي. بجد يا جماعة أنا انبهرت لما كلتها، حاجة كده بسيطة وسهلة لكن في الآخر الطعم ولا أروع ولا أجمل. بجد بجد تستاهل التجربة.